طلعت يا محلى نورها. شمس الشموسي يلا بينا نغبيز ونعمل. بصوا بصوا، لا لا لا، انا هنا ايه حطيت كده. يعني انا هنا اهو طلعت واحده وغرقتها كده بالصوص الحكايه الاقتصادي التحفه ده يا خروشي اهو. وهناكل بقى كده اهو. بص. امم بصوا المنظر داير ما يدور وطبق بلور. الله تحفه. استنى اما اجيب طبق عشان اطلع دي قدامكم برضو. شايفين اللي انا شايفاه؟ ايوه شايفين بس مش شامين. يا خرابي. اوه اوه دي سخنه. اطلعي. انا غرقتها بالصوص دون يا خرابي. بصوا هشاشان. شايفين؟ بص مش راضيه تطلع. بصوا العجينه قد ايه خفيفه. بصوا مش محروقه ولا لا. استنوا عشان الحاقدين والغلاويين ما يقولوش دي شايطه منك يا بت. اهي. مم. الله. عايزه كوبايه شاي بلبن يا ناس وبس على كده والله. مش عايزه حاجه تاني. احنا هنغرقها تغريقه السنين. يلا خشوا شوفوا الطريقه وقولوا لي رايكم فيها ايه بسرعه. لا استنوا، رايحين فين قبل ما تخشوا تشوفوا الطريقه؟ شوفوا الاول المنظر يتحدث عن نفسه. العجينه دي اقتصاديه جدا وسهله جدا وبسيطه جدا. بصوا. هم. رشه ملح على كيلو دقيق. معلقتين كبار جدا من اللبن البودر. هحط 3 معالق عشان المعلقه دي صغننه. وانا كمان هعجنها بميه. لو هتعجنيها بلبن ما تحطيش لبن بودر. هتعجنيها بميه برضو حطي فيها لبن بودر. وممكن طبعا حسب اللي انت عايزاه تقدري تحطي الاتنين لبن بودر وتعجنيها بلبن برضو. بس انا عايزاها كده نفشه منفشه. فهعمل ايه؟ هعجنها بالميه واحط فيها اللبن البودر. بتطلع معايا حلوه قوي. كيس من البيكنج باودر، كيس من الخميره الفوريه. تمام. برضو انا حاطه لكم اكياس عشان ما تتلخبطوش. ماشي؟ عشان ما حدش يقول لي حطيتي قد ايه ومش حطيتي قد ايه. كيس فانيليا برضو. عايزه البيض بيضتين. الكيلو هياخد معايا بيضتين. تمام كده. كله على بعضه. تمام. عندي معلقه كبيره جدا. عارفين يعني ايه جدا؟ من الزبده. تمام اهي معلقه. يعني مش كبيره قوي يعني عشان بس نلم بيها العجين مع شويه الزيت اللي هنحطه. ربع كوبايه من الزيت. وهنحط الميه بتاعتنا 3 كوبايات من الميه وهنعجنهم على العجان. بصي اسهل عجينه ممكن تعمليها في حياتك على طول على العجان. يلا هشغل معاكم في العجان اهو. اتعجنت معانا اهي. اتعجنت معانا. بصوا ولمت نفسها ازاي وبقت ايه. بصوا اهي. شايفين؟ هسكت؟ لا طبعا هنزل لها معلقه من الزبده وهشغل عليها كمان دقيقتين او بايديكي. على فكره دي مش محتاجه عجان خالص. تقدري تعمليها بايديكي بس انا عشان يعني ايه الكسل بقى. بصوا حبايبي العجينه قدامكم عامله ازاي اهي. بصي بقت عامله ازاي. العجينه بقت زبده. بصي اهي. بصوا ولا اي حاجه. اخدت معانا 3 كوبايات. الكيلو خد 3 كوبايات من الميه. ممكن تستعملي بلبن بس انا بالنسبه لي بحب الميه واللبن البودر لان بيخليها هشه كده واحلى من بتاعه بره بكتير.
بصوا هسيبها بقى ساعة كده تخمر واوريكم هنعمل فيها ايه. بس معايا الصوت اهو، لسه هطلعه. بصوا لقينا الحروف كده ابتدت تحمر. وبصوا زي ما انا قلت لكم العسل الابيض او العسل الاسود بيدي اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. ده غير طبعا التسكيره اللي بتبقى في طعم اللقمه وانتي بتاكليها، مش عايز اي حاجه تانية خالص. بصوا منظره، بصوا المنظر روعه روعه. هنلحقه هو سخن بقى نحط الصوص بتاعنا اللي عملناه. تحفة، اللهم بارك يا خراشي. بصوا بصوا بصوا، هسيبكم تستمتعوا بالصوت. مش هتكلم، مش هتكلم، المنظر هو اللي يتكلم ويتحدث عن نفسه. اهو. ايه رأيكم؟ الصوص ده تحفة. انا هكتبه لكم في التعليقات او فوق الصندوق الوصف فوق صندوق الوصف قصدي جوه صندوق الوصف. انا هكتب لكم ان شاء الله المقادير بتاعته. هو صوص خفيف جدا كده وكريمي زي ما انتم شايفين واقتصادي جدا. تعالوا بقى اوريكم واحد. انا مش قادره اتكلم بصراحه. اكلت واحده هنا افحمتني. بصوا اكلت واحده. شو المنظر؟ استني تعالي في النص، تعالي اهي كده. تعالي شويه سوق يا اختي على جمالك يا بعيده اهو. شو بقى المنظر، شو المنظر في كده، مفيش كده.